هي واحد القصة من الأسطورة، من الحكاية، خاصة الحكاية الأمازيغية. وحنا صغار سمعنا بزاف ديال الحكايات، فتالتني واحد الحكاية وعجبتني بزاف. الفضول ديالي على انني شفت ان ديك القصه خاصها شي حاجه ديال الانصاف، فبقيت تنبحث حتى لقيتها بحال شي تحفه، وبقيت تنظفها، حاولت نحيد عليها الغبار، وحاولت نوصل لحقيقه الاسطوره، حقيقه الحكايه. وهذه الحكايه سميتها مما درهو. مما اسم واحد المرأة، درهو الكلمة زين تنتني، درهو مفان خطر، صاحبة الثدي الكبير، أي بكلمة دارجة اللي هي كلمة الواقع بامتياز، هي مولاة البزازل اللي تتردع كاع الحين مما درهو. فهاد مما درهو هذه كنا تيخوفونا بها، إلا كنا تنغوتو ما بغيناش نعسو فاس مما درهو تدار، هي تنسمعو مما درهو ديال الناس اللي كبرنا بقينا تنقولو واش بصح كاينه مما درهو، تنبحثو مما درهو. الحقيقة كاينة، ماشي بالمفهوم القطعي، ماشي الجن، لكنها شكل آخر. مما درهو مقاومة عاشت في آية عطا، كان لها من الجمال ما جعل كل شباب القبيلة كيدقوا الدار يخطبوها للزواج. كان السن ديالها 14 سنة، جوجها واحد الوليد سميتو حماده كزال. اسمحوا لي انا المشاركه ديالي بالامازيغيه، ولكن انصافا لدى مقرطه التواصل بغيت نسهل التواصل باش ملي نبدا في القصه على الاقل تكونوا عارفين شويه الموضوع باش نتواصلوا. اذا هاد مما درهو هذه هي مجاهده عاشت، هاد مما درهو هذه عاشت في الفتره اللي كان الاستعمار في المغرب، وبالتالي غادي تقرن مع الزوج ديالها اللي هو حماده كزاب، وغادي تكون هي ذاك المرشد ديال المقاومين، هي اللي كانت تدي لهم العشاء، هي اللي كانت تديهم بالنصيحه، هي اللي كانت تعطيهم الفلوس لان كانت لاباس عليها. وبالتالي هذه مما درهو هذه كانت مرضعه ديال النصرانيات، وكانت تمشي دير لهم الحنه، وكانت تحضر لهم في العراسات، وتستغل العلاقه ديالهم، وتتاخذ منهم خبيرات، وتجي للمقاومين وتقول لهم حضروا راسكم من خلال علاقتي بدوك النصرانيات، راه قالوا لي بان النصارى غادي يديروا لكم ويفعلوا لكم، وكانت تتزودهم. بالتالي المقيم العام غادي يدخل في 1930 في ديك المنطقه، وغادي يوصلوا الخبر بان ديك السيده خطيره، غادي يقتل كاع ولادها ثلاثه، راجلها وامها وبوها، وبالتالي هي اصبحت امراه في السجن. بغاو يعدموها وما يحتجوا العيالات لان كانت واحد العلاقه كبيره، وما الاطفال ديال النصارى في ديك الفتره تيعوتوا لنا امهم لنا رضعتهم. توقعها المقيم العام تصابت واحد المرض، ما بقاش تجميله، ولات عاجزه، ولكن واحد الفتره فكرات انها تنتقم، تفركسات، هي تجلس في الدار. جا المقيم العام شاف السيده مفركسه، رمى ريو، كسفت لها المقدم، يعني المقدم تنعني به ديال ديك الساعه الشكان. قال لها المقيم العام عرض عليك العشاء، قالت لي علاش لا، نتعشاو كامل. تعشات مع المقيم العام، قالت لي واحد الكينه في الكاس، طاح المقيم العام ضرباتو في الشاكوره، دخل المقدم عليه ضرباتو في الشاكوره، جات تهرب 300 قرطاسه، مات من مدرو، داو مدرو للمقبره، هي تبدا الفوضى، ناض القبيله كاع ديالها يتعطى تدابت حتى طاحت واحد المجموعه ديال الارواح ديال النصارى. ربما عطيتكم غير وغادي
وبالتالي نمدلو تنطط الغدان يشاس ربي وكزين نوري ليه أو نطط كل يشبه القريب اللي يتعطى الغباس راند يمون هو الزواج انتاد ونس يرى حمادة كزار قلبها ما بغا غير حمادة كزار يولد حمادة كزار تواس شراب نفرخ خاطر يشير الناس يوك يوض 18 سكاس يوك يوض 16 سكاس يوك إلا غيرس 13 سكاس يعني أنا الدراري ديالها واحد الفترة غادي يوصل واحد 18 سنة واحد 16 واحد 13 سنة أس للحد الشهر مهوش 1930 يكشم المخرج العام غير القبيل نيطاطا ايوا عارف بزاف الناس والناس يورد في المقاومة هذا مسخ الحبس المقاومة لا يعني ان المقيم العام دخل واحد الصرامة قال لهم اللي يهضر على الاستقلال ولا دار شي انتفاضة الحبس قرر نمدعو المقاومين الجن يبقراو خطر حنا اتسول المقاومة شنو هو شسن ممدعو تشان سوام شسن النصيحة الناس اسكن ان شاء الله الهاجم غف الكوميسارية يعني فرانسيس شوي ايوك كاش كان تيدو قلبه المقدم عليه تيدق عليها الباب لما تروح ناس ما يدري ثم تخدم عليه هاي ناس يخال حشوي مقيم العام إذا غير الخبر ما يتلك كذا لما تروح ناس دو أي شكل مدخن تغربيش عليها عقليها تبقى عليها قال لي راه في الغريب بين المقاومين راه عندك في الدار قالت لي سير الشكل لك حال الله يعطيك شي مصيبه سير وحدك سير قولها للمقيم العام ولا قلت ويرضي مخدم عليه اتخذ المقيم العام إن هي سميدان ميدان هذيك للمقاومين جاج تدار من المدروب داني عسكري أمزين بزيد 300 يوك أمزينكم قال جاج الحبس الغان اليازمس دميس تشيران تقيم غسل المترو صافي شدوهم متلبسين انهم تيوجدوا باش يديروا واحد الانتفاضه داو 3 ايام مقاومين وداوهم ها وبها كلهم قتلوهم حكموا عليهم بالاعدام الا من مترو تقييم من مترو جاج الحبس 3 سنين طفل يروح تشعر شوي التغيير سيكون درفات كيسمو الناس رابحة تزوالت الناس ما خد امام مدرو تقيم تشمين وقت يخصها خنفخ شوي الطبيعة انقم شوي بقياس الحنان بقياس تزوت فغن شوي انا مقيم العام المقدم عليه زين انني من مدرو يتغير مقدم عليه الناس من مدرو يرى مقيم العام هذه سيودي مشوي الناس مرحبا الناس السبت سبتير دخل التوريس فعلا
تدام المدعو تقيم المقيم العام سيوديس إناس المقيم العام ما مدعو إخصام التعاون بالسلطة الفرنسية شكمخ شوين يا شويه الخبرات في المقاومين ناس معروف تغفلت ما مدعو دياش الحاج جاج الكاس إسوات المقيم العام يتوتي نصغير كنت الشاقورت دقات داونو شطور مس تقول غريف يموت المقيم العام يكشف المقدم عليه تقول تاود نتا يموت درات تولد وبدا نصرصاص عزيز غير سنطار دار المقاومين سيد الرايات تبع من مدعود الاناشيد الوطنيه تبعت يمكن تربات تمصاد الناس ما مدعو تموت ما مدعو تموت ما نزلان ندي افلا نصبح تموت ما مدعو تموت وتموت ان تسير العار اروا ليه تحطم تموت ما مدعو تموت تموت ديس الزين الشجاع نادسي ديس غير سنطاوي يا ربي يا مولانا ارحم الروح انها تفر غير شتا تزلا وهذه الترجمه بالعربيه يعني ملي بغاو يدفنوها تبعتهم واحد البنيته مسكينه حمل قشميه وهي دير واحد القصيده شعريه ملي بغاو يدفنوها في القبر قالت لهم صاروا ماتت من مدعو ماتت من مدعو إنها تلك الأغاني التي كانت تردد فوق السطح ماتت من مدعو ماتت من مدعو ولكن لن تموت حتى أزالت العار عن منطقة أي تعطل ماتت من مدعو ماتت ومات معها الجمال والشجاعة اللذان ستحملهما معها إلى القبر وقد كتب عليها الله قتل أرواح من أعدائنا ثم ختمت تلك القصيدة وقالت ولو دفنتم جسدها فالروح ستبقى حية أبدية.